فرد يوم من الأيام واحد من الملوك طلع عنده حرب غزو، بالطريق شاف طفل. قبل كانت الوادي التعليم بالمضايف بالدواوين، يجي المعلم يحط صبورة صغيرة يجون الطلاب، هذا ابو دشداشة وهذا ابو بيجامة وقميص، حتى اللبس كان عادي، وهذا مع الفطرة يقعد وهذا المعلم يشرح وهذا يروح، لاكو كتب لاكو شيء. فاجى يريد يدرس. اكثر شيء الناس كانت قبل تدرس قرآن الكريم. الملك جاي يمشي هو وجيشه ويا الوزير، شاف هذا الطفل جاي يدخل الى هذا البيت، قال له تعال. الطفل فطن، قال له نعم. قال له وين رايح؟ قال له للدرس. قال له وين تدرس؟ قال له انا هذا البيت. قال له شو اسمك انت؟ قال اسمي فاتح. فاتح، حلو. شنو درسك اليوم؟ قال درسي قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال له خوش درس، يلا روح ابني. راح الملك، قاتل، انتصر بالحرب، بات ليلة بالمعركة، يوم ثاني رجع. جاي يرجع قال لي الوزير، قال له اقول لك هذا المكان اللي شفنا بيه الطفل، شو هذا فال خير علينا صار، ما تدليني بيه وين؟ قال الوزير يني ندلك؟ قال امشي. صدفة دخولهم للمدينة هم الصبح، اجوا ضربوا الباب، فتح الباب المعلم، قال له نريد نشوف طالب عندك. قال تفضل جلالة الملك. طب لقى الطالب. الملك سأل المعلم، قال له جاي تدرسون؟ قال له جاي ندرس قوله تعالى عبس وتولى. قال له ايش قد صار لكم تدرسون بهذا الدرس؟ قال له صار لنا 3 ايام. الملك باوع، بس شلون اللي ضايج؟ قال للطفل قوم. قال له نعم جلالة الملك. قال له شلون انا اقول لك شو تدرسون انت تقول لي انا فتحنا لك فتحا مبينا؟ شو اسمك انت؟ قال اسمي عابس. استشاط الملك غيظ، قال له عاد شلون البارحه تقول لي اسمي فاتح؟ زين شلون تقول درسي انا فتحنا لك فتحا مبينا طلع اسمك عابس ودرسك عبس وتولى؟ قال له جلالة الملك لا تفهمني خطأ، انت طالع وياك جيشك مدججون بالسلاح، انا شفتك مثل اللي طالع الحرب والمعركة، وقولته هن شفتك صبحت بوجهي، فمن سألتني ردت اصير انفال خير عليك. شوف التربية شلون تلعب دورها. فهذا قال له انا من شفتك انت وجيشك مدجج بالسلاح وجاي تعبر، عرفتك انت ما طالع فراغ، لازم طالع عندك مهمة وصورت حرب، فانا ردت اصير بوجه خلينا نقول فال خير عليك. من قلت لي شو اسمك؟ قلت لك اسمي فاتح، بالحقيقة انا اسمي عابس. من قلت لي درسك؟ قلت لك انا فتحنا لك فتحا مبينا، بالحقيقة انا درسي عبس وتولى ان جاءه الأعمى. الملك استحسن الفكرة، ضحك، التفت للوزير قال يا فلان. قال بلى جلالة الملك. قال له اعطه اكرمه. قال له ايش كثر اكرمه؟ قال له اعطيه دينار. طو الدينار. الطفل امتنع، قال له لا ما اريد. قال له ويحك انها هدية الملك. قال له حط له هدية الملك ما اريد. قال له ليش؟ قال له اذا رحت للبيت راح ابوي يضربني. قال ليش يضربك؟ لانه راح يقول لي منين لك هذا الدينار؟ الوزير قال له خو قل له من الملك. قال له لا ابوي راح يكذبني لان راح يقول لي الملوك ما ينطون دينار. ضحك الملك. قال للوزير فلان. قال بلا سيدي. قال اعطيه 100. وهسه ال 100 دينار هدية ملوك ولا لا؟ قال ايه هسه اقبلها. اخذ الهدية. طلع الملك، طلع لقى الناس رحبت بيه ومحتفله بيه بالنصر واهلا بيه والظفر وغيره، تهلي بيه وتمرحب، وطفل واقف ورجل شايب واقف بعيد. هذا الرجل ما خلى شتيمه بالدنيا ما شتم بها الملك، وما خلى لعنه ما لعن بها الملك قدام الناس. الملك سمع شتيمته باذنه قال جيبوه، وخلي المنادي ينادي في الاسواق اللي يريد يتفرج على عقاب العاصي لمملكتي خليه يجي، هذا راح اخليه قولته هن فرجه للوادم. جابوه، واذا هذا الطفل جاي يركض اللي اسمه عابس، اجى يركض وقف قدام حصان الملك. قال له جلالة الملك هذه 100 اعتق بها عنق ابي، هاي 100 دينار اللي اعطيتني انا خذن وفك لي ابوي، هذا ابوي يريده. الملك